السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله وبإذن الله هعرفكم في الدرس ده إزاي نعمل دمج صورتين أو الصورة على خلفية مع كلام بنفس الشكل كده. هي بسيطة بس يعني أنا يعني ممكن أفيد أي حد يعني تمام. وكمان هيبقى فيه كمان درس تاني يعني خلفية. هحط خلفية مثلا وأقص حاجة على خلفية يعني كده. هعرفكم ازاي طرق القص يعني بأدوات كتيرة إن شاء الله في الدرس ده. يعني كده يعتبر أربع يعني أربع يعني طرق القص ومع اللي هو الدمج اللي هو ايه الصورة مع الخلفية. يعتبر كده الفيديو ده اتنين في واحد. فانتظرونا وشوف الفيديو لغاية الآخر عشان أقول لكم على تفاصيل أكتر و... وحاجات يعني تساعدكم على التصميم. فيلا بينا نبدأ تصميم. بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ التصميم الآن. طبعا هنبدأ أول حاجة اللي هو دمج الصور نفس الشكل كده بالظبط. طبعا هنعمل من قائمة الفايل هنختار الفايل، هنختار نيو وهيظهر معانا اللي هي صفحة المقاس والحاجات الأساسية بتاعت أي تصميم. انتظروا معانا انتظروا معانا لغاية ما يبقى نفس القائمة دي كده. طبعا دي هنخليها مثلا اللي هي على طول بالسنتي. والمقاس مثلا اللي هو العرض مثلا نخليه مثلا 30 والطول نخليه مثلا 40 والريزولوشن بتاعها خليها 300 عشان تبقى يعني الدقة بتاعتها عالية وقوية. ودي يعني كان مثلا نخليها RGB او CMYK براحتكم يعني. بس انا خليها RGB عشان تبقى شكلها كويسة. وندوس اوكي. طبعا يعني هيظهر معاكم نفس الشكل كده ابيض خالص. هنقول على الطريقة بقى اللي احنا يعني ازاي نعمل صورة ونجيب صورة يعني نخليها كأنها صورة حقيقية يعني ودمج يعني دمج من الصورتين ونحط عليها كلام. طبعا انا مجهز الخلفية، انا جايبها بجودة عالية طبعا. نسحبها ونحطها على على المقاس اللي احنا عملناه ونكبره ونظبطها. وطبعا في كلمة تحت هنا كده يعني طبعا هنشيلها. طبعا بنجيب الأداة اللي هي من هنا أول واحدة من هنا. أول هنا ندوس عليها فترة شوية وأول واحدة طبعا. وهيقول لك اللي هي مقفول عليها طبعا نفتحها وبعدين كنا بنرسم عليها نفس النظام كده وهتلاقيها اتمسحت خالص. ونحاول نظبط مثلا اللي تحتها كده بنفس الشكل، هتلاقي نفس الشكل بالظبط كده. بعد كده نجيب الصورة اللي احنا عاوزين نركبها اللي هي زي ما حضراتكم شفتوا في الأول فيديو. نسحبها. أنا مجهز الحاجات ديت طبعا عشان خاطر يعني أكون سريع وما أطولش عليكم في الفيديو. بنفس الشكل كده تمام. طبعا في هنا الحد اللي هو يعني زي خط كده بتاعت الخلفية طبعا عاوزين نشيلها. والكلام اللي هنا ده برضو كده عاوزين نشيله برضو. فهنجيب طبعا السبيكر اللي هو بتاعت البرنامج واول واحده هنختارها من اول هنا ندوس عليها. واول واحده طبعا هيقول مثلا الصوره دي مقفول عليها. طبعا هندوس مره بالاستيكه يعني ندوس مره هيظهر لك زي ما حضراتكم شايفين مثلا في يعني انت اخترت هنا في الاول واحده خالص اهي تمام. فبيقول لك هنا هي ما ينفعش ان احنا ايه نعمل فيها لانها ايه مقفوله من هنا يعني محميه زي ما تكون مثلا حاجه شبيهه المحميه اللي هي بتاعت الايه
صور. فاحنا طبعا عاوزين نستخدمها. هندوس عليها مرة بس نكون معلمين على ال الاستيكة بتاعت البرنامج يعني طبعا، او واحدة طبعا، وندوس عليها مرة واحدة هيظهر لك الرسالة دي، هتدوس اوكي. انت بقى بتكبر وتصغر الاستيكة براحتك، وتمسح الخط اللي هو ده بحيث يبقى شبه خلفية، يعني ندمجها مع الخلفية بنفس المنظر ده كده، وهكذا برضو تحت برضو. بس الافضل ما تخشش على الرسمة، نفس النظام ده كده. بص شوف انا دخلت على الرسمة كده يعني بقى شكلها مش كويسة يعني. فانت ترجع كنترول زد وتمسح يعني بعيد عنها شوية لغاية ما تظبط معاك الرسم بنفس النظام ده كده. هتلاقي نفس الشكل كده بالظبط. وبعدين يعني نظبط يعني مكانها، يعني مثلا نخليها كده تحت شوية عشان هنكتب فوق وتحت، مثلا فوق كلمة كبيرة وتحت كلمة صغيرة على حسب التصميم اللي انت هتعمله. مثلا هتلاقي ظهر معاك هنا حد هنا كده، طبعا هنمسحه زي ما قلت لكم، نختار من هنا واول واحدة ونمشي عليها كده، هتلاقيها مشيت معاك، وتظبطها على اساس انها اكنها جاية مع الخلفية بنفس الشكل كده بالظبط. تمام. وبعد كده نجيب الكلام اللي احنا عاوزين نكتبه. انا طبعا كاتب الكلام. نكتب مثلا اللي هي باريس. هنكتب الكلام ازاي مثلا؟ يعني ممكن حد يسألني مثلا نكتب الكلام ازاي. هنختار اللي هي العلامة من الأيقونة ديت، من قائمة الأدوات. نختار اللي هي الحرف التي وأول واحدة. وطبعا هنغير اللون، مثلا نخليه من لون اسود، بنغير اللون من هنا. بس اول حاجه بتدوس على حرف التي هيظهر لك معاك اللي هي الحاجات اللي بتستخدمها في الكتابه. نختار مثلا اللون الاسود مثلا، ونخليه الكي حرف كده مثلا نخليه 100، وندوس اوكي. وبعد كده نكتب الكلام. انا طبعا واخده كوبي، فانا هدوس كنترول دي بنفس الشكل كده، وبعدين نكبره، بنعمل كنترول تي. نكبر شويه كده. طبعا انا يعني الفونت ده مش عاجبني، فانا هختار مثلا فونت مثلا تاني. بتدوس عليها مرتين عشان اللي احنا عملناه كنترول تي ده بتاع التكبير والتصغير ده نشيله. بندوس عليه مرتين، وبعد كده برضو بندوس عليه كمان مرتين عشان خاطر تبقى مظلله كده تظليلا زي ما انتم حضراتكم شايفين. وبعد كده بنختار اللي هي من قائمة الفونتات، تلاقي الفونت اللي انت عاوزه. طبعا انا مسجله قبل كده ومسجل عندي فوق، بس انت بقى تختار اللي انت عاوزه براحتك. نختار مثلا الفونت ده، كنترول تي عشان نكبر المقاس الكلمة يعني بشكل افضل. هنا مثلا نفس الشكل كده نكبر كمان، ممكن كده. واللي مثلا تشوف بقى اللي يناسبك وتعمله مثلا. انا يعني حبيت ليها تبقى كده مثلا عشان خاطر الوقت يعني. ونجيب الكلمة التانية برضو اللي هو الفاشون، ناخدها كوبي نفس النظام كده. ممكن عايزين بقى يعني يعني عايزين الكلمة دي نخليها تحت مثلا عشان نكتب عليها. وناخدها نسخة تانية، او مثلا تعمل من حرف التي وتختار اول واحده وتدوس هنا اكنك هتكتب برضو الكلام اللي انت عاوزه. بس انا طبعا عاوز يعني نفس الحجم ده او نفس الفونت. بنختار يعني بنسحبها، ناخد منها نسخه، نعمل كنترول والت الاتنين مع بعض في نفس الوقت، والماوس بتدوس الماوس وتسحب بقى على المكان اللي انت عاوز تحطه فيه الكلمه. وطبعا كنترول تي بتصغر الكلام على قد يعني على يناسب الحته اللي احنا هنحط فيها الكلمه. طبعا نشيل التحديده بتاعت الكنترول تي، وبعد كده نعمل كمان نحدد عليها كمان، نظلل عليها عشان نكتب الكلام براحتنا. ممكن الكلام يكبر، ممكن نصغره بالكنترول تي برضو. ونصغر بقى براحتنا نفس الشكل كده.
عايزين نغير اللون مثلا بتاع الكلمة ديت او الكلمة اللي فوق، براحتكم. طبعا انا اعلم عليها مرتين، بدوس عليها مرتين بالماوس عشان لغاية ما تحدد عليها يعني التظليلة دي. ممكن يعني تلاقي اللون هنا فوق، هنا ونغير اللون مثلا، نخليه مثلا احمر، ازرق، براحتكم اللي انت عاوزينه. بنفس الشكل كده وبالدرجات. انا متعود طبعا اكتب بالدرجات كده عشان طباعة. انت لو انت مش عاوز مثلا براحتك، عايز اي لون بتدوس عليه كده، تسحبه لفوق كده وبتدوس عليه. يعني هيديك الالوان اللي انت عاوزها براحتك يعني. تمام. فانا عاملها مثلا 100، دي اللي هو الازرق الصافي. دي كده الازرق الصافي كده 100. تمام. بس انا بتهيألي يفضل اخليها باللون الاسود احسن، يعني أنا شايفه افضل يعني. ممكن برضو في طريقة كمان عايز تغير اللون. طبعا بتدوس عليها، هي نفس الطريقة بس بأيقونة تانية مختلفة. طبعا بتدوس عليها مرتين لغاية ما تظلل عليها كده، وكنترول تي هيظهر لنا الأيقونة. يعني هي شبيهة دي بس في الجنب هنا كده، بس فيها حاجات بقى ايه اكتر يعني اكتر واوضح. هنا مثلا عايز يعني لو كاتب جملتين تحت بعض، يعني دي ليها طريقة تانية يعني. يعني المفروض تتعمل ده اصلا درس تاني يعني. دي لو كلمتين تحت بعض مثلا بتنزل هنا الكلام، لو شابك في بعضه بتنزله. دي اللي عاوز تكبره طول العرض، نفس الشكل كده. كده بس تفرق الكلام زي ما انتم حضراتكم شايفين كده. تلاقي الحروف بعيد عن بعض. طبعا احنا مش عاوزينها دي كده، نعمل دي خليها صفر. دي لو عايز تكبر سوري اسف، نعمل كنترول زد. دي مثلا لو عايزين نعلم عليها برضو. دي لو عاوزين مثلا نكبر ال الكلام طبعا يعني زي كنترول تي بس يعني. آه، دي اكنك انت بتعمل، اكنك بتكتب زي بالكتابه، وعايزين نكبر بقى بالحجم، وبتاخد نسخه من كل كلمه يعني. هنا مثلا بتكبرها شمال يمين كده. تمام. وهنا برضو العزل فوق وتحت مثلا بتكبرها، وهكذا كده يعني. دي بصراحه يعني عاوزه درس عاوز درس تاني يعني. فيها حاجات كتيرة وفيها شرح كتير. إن شاء الله هعمل الدرس ده بإذن الله قريب يعني. بنفس الشكل كده طبعا هظبط أنا بكنترول تي وهكذا. طبعا أنا شايف كده أفضل. نطلعها فوق شوية بنفس النظام دي كده. تمام. كده يعتبر بتهيألي يعني شبه يعني، هي يعتبر زيها يعني. بس انا يعني ايه، أنا قلت لكم الطريقه ازاي. طبعا بنجيب الخلفيه و- ونجيب اللي هي الرسمه الصوره ديت، كل حاجه دي جايبها من على النت، وبتنزلها على الصوره وبتمسح على الجوانب وتكتب الكلمه وخلاص كده يعني كأنها صوره معموله. انت بقى بتحفظها صوره، بتعمل من قائمه الفايل وسيف از، او كنترول والت، وهيظهر معاك القائمه دي. بعد كده بقى ايه، بتختار المكان اللي انت عاوز تحفظ فيه. انا اختار طبعا على الديسك توب. وهنا تعمل الكلمه اللي انت عاوزها تسيف فيها. طبعا عايزه تعملها جي بي جي، بتعملها صوره يعني جي بي جي. وتدوس سيف، هتلاقيها هتحمل معاك شويه. اسف، هيظهر دي اول حاجه. بعد كده دوس اوكي، هتلاقيها هتحمل معاك شويه هنا. هي على طول يعني مش هتاخد وقت. لا، نفس النظام ده كده، نفس الشكل كده بالظبط. الصوره مش هتعرف تتحكم فيها، اللي هي يعني ايه، مقفول عليها. تمام. يعني ممكن نعرف نتحكم فيها، بس يعني طبعا الافضل لما يكون مفتوحه. يعني مثلا هي مفتوحه بقى كده، نعرف نعمل اي حاجه فيها، نستخدمها طبعا. يعني حبينا مثلا نغير الكلمة، نغير الصورة، نغير الخلفية، وعايزين نرجع للتصميم تاني. طبعا كنترول اس
دي عشان تحفظ التصميم نفسه ككل يعني، مش هتعملها صورة يعني، مثلا عايز تستخدمه في مرة تانية يعني. هتختار مثلا المكان اللي انت عاوز تحفظه فيه، وتختار الاسم مثلا وتحفظه سيف. هي اصلا بتبقى موجودة BSD، فهتنتظر شوية لغاية ما يتحمل. هي حملت عموما يعني. دي كده يعتبر اللي هو ايه اول درس. زي ما قلت لكم الدرس ده هيبقى 2 في 1. ده كده اللي هو اول درس زي ما حضراتكم شايفين. والدرس التاني طبعا هقول لكم عليه بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد. ومن بعد الفاصل بقى ان شاء الله هقول لكم على الدرس التاني اللي هو قص الصورة ونركبها على الخلفية. بس الطريقة اللي أنا بقولك عليها ديت قص صورة. يعني مثلا جايب صورة موجودة على خلفية وهقصها. هقول لكم على كذا طريقة. ف يعني وانا هعمل يعني هقول لكم نبذة على جميع اللي هي الايه الطرق اللي احنا هنعرف بيها الوقت نقص بيها الصورة. يعني هي حوالي مثلا اقول 4-5 طرق للقص الصورة. بس افضلهم هقول لكم عليها واحنا بنشرح قص الصورة ازاي. طبعا هنمسح ده كله. بنحدد طبعا هنا او على الحاجة اللي احنا عاوزين نمسحها كنترول شيفت. مثلا اول واحدة فوق هنا مثلا كنترول قصدي سوري، بنعلم هنا على اول واحدة وشيفت. لازم ادوس على شيفت وعلى اخر حاجة وديليت. هيظهر معاك الشكل كده بالظبط. بعد كده انا طبعا بختار الصورة اللي هو الطفل ده عشان نقصه في نفس الشكل كده. طبعا هنحاول نكبره شوية كده بحيث ان هو ايه يبقى هو يعني واكل التصميم. وبكنترول تي وبعد كده بتكبر المقاس اللي انت عاوزه. وبعد كده عايز بقى تفك اللي احنا عملناه، بتدوس عليه مرتين. طبعا في كذا حاجة لو هتنفع يعني دي اول حاجة مثلا من اللي هي الايه من قص الصور. بس هي يعني قص صور بس مش احترافية. لو مش احترافية بس سريعة يعني. لو الصورة مثلا خلفية ابيض والصورة اللي احنا عاوزين نقصها غامقة مش واخدة درجة الابيض، ممكن تمشي معايا. يعني مثلا دي طبعا خلفية لون وفيها موجود معاها لون هنا، ففي ديت مش هتنفع. ليه بقى؟ هنجربها دلوقتي اهي. هندوس هنا هيقول لك اوكي، تدوس اوكي هتلاقي خدت من الخلفيه من الصوره. فطبعا انا كنترول زد عشان كده مش هتنفع. وفي طريقه تانية برضو اللي هي بتاعت الماجيك دي. هي شبه دي شبه النظام دي. لو في خلفيه برضو مع اللون مع الصورة اللي احنا عاوزين نقصها مش هتنفع برضه. هنجربها بقى طبعا. شوف هتلاقي ايه متعلمة معاك في الصورة دي. منظرها مش هيبقى كويس. فلو عملنا ديليت هتلاقي برضه ايه مسحت معاك. فدي طبعا دي مش هتنفع. دي طريقة برضه بس مش هتنفع الا لما يكون مثلا ايه خلفية بيضة واللون الصورة مثلا غامقة ما فيهاش ابيض. دي ممكن تنفع معاك وتبقى اسرع معاك. وفي طريقه تانية طبعا هتاخد وقت اللي هي البين تول. وانا شرحته على فكره موجوده على شرحت الاداه ديت موجوده على القناه. ممكن ترجعوا ليها. طبعا زي ما انتم حضراتكم شايفين طبعا انا هعملها بسرعه. هتقعد تحدد عليها كده. الشرح كامل موجود على القناه، شوفوا الطريقه. تقعد تعمل لغايه ما توصل لغايه اخر حاجه خالص.
وتقفل معاك وتعمل كنترول و... وانتر، هيعلم عليك كده. وطبعا كنترول وسي وكنترول في هيظهر معاك الشكل ده طبعا. طبعا انا قلتها سريعا كده، وممكن تتابعوا الدرس بتاع البين تول، هتلاقيه موجود على على القناة. يا ريت تشوفوه وتعملوا اعجاب عليه. و بس احنا دلوقتي اللي هي اسرع حاجة واقول لكم ازاي. طبعا تختار اللي هي الاداة ديت، وتاني واحد اللي شبه الفرشة، وتختار اللي هي الايه الاداة اللي هي فوق دي. هتنتظر شوية بسيط يعني لغاية ما يحمل. هتلاقي دي طريقة سهلة واسرع وادق. تلاقي حمل، هتسيبه شوية يتحمل، هتلاقي محدد على الحاجة الظاهرة في الخلفية. ممكن تلاقي مثلا في الخلفية حاجة انت عاوزها، كذا حاجة في الخلفية مثلا يعني، وعاوز مثلا حاجة معينة. مش يعني الأداة اللي أنا قلت لك عليها ديت اللي هي دي لتاني واحدة، وبتعمل الخيار ده اللي فوق ده. ولو في كذا حاجة في الخلفية هياخد الحاجة اللي ظاهرة قوي، زي مثلا زي ما حضراتكم شايفين كده. ممكن تلاقي بقى ايه يعني حاجة زي ده، حاجة ناقصة يعني هتظبطوها انتوا يعني ايه ازاي مثلا. يعني احنا مثلا هنا دي كويسة مثلا، وهنا المنطقة لا ديت ممكن نظبطها ازاي. طبعا بنعمل عليها زوم، وبنختار اللي هي الفرشة واللي هي فيها علامة زائد من فوق دي أول واحدة دي، تمام. ونمشي عليها، نعمل زوم كمان ونعمل عليها كده، نحدد عليها بحيث اللي هي ايه تبقى مظبوطة على الرسمة بالظبط. نفس الشكل كده، نفس النظام، نفس كده بالظبط. بس يعني الأفضل طبعا تظبطها انت أفضل. نفس الشكل كده بالظبط. تلاحظ انها دخلت جوه في الرسمه. يعني احنا عاوزين تبقى في الحته دي بالظبط كده يعني. دي طبعا دخلت جوه في الرسمه، لما تيجي تقصها مش هتبقى شكلها مش كويس يعني. هتختار اللي هي اللي جنب العلامه الزائد، الفرشه اللي هي جنب العلامه الزائد ديت، وتختار اللي هي الناقص، وتعمل زوم وتمسح اكنك ايه. سوري انا اسف، انا غلطت. اللي هي ايه يعني هي يعني احنا عاوزين نحدد عليها فيعني فلازم يعني نطلع بره. انا اسف ان انا ما خدتش بالي والله. طبعا هنختار اللي هو الفرشه اللي هي العلامه الزائد، ونكبر كده. هي داخله جوه الرسمه، فاحنا عاوزين نعمل على قد الرسمه يعني، هي ما خدتش من الرسمه. فانا اسف. فطبعا نعدد عليها، نعمل زوم، نحدد عليها كده بحيث تبقى على قد الرسمه بالظبط. بنفس الشكل كده. دي تمام، ده تمام، ده تمام. هي جت بقى اللي انا كنت اللي هي الفرشه ناقص دي كده يعتبر انا مش عاوزها يعني. دي يعتبر انا عاوزها نقاط هنا كده في الحته دي كده. نختار هي الفرشه اللي علامه ناقص، معاها علامه ناقص، وتعمل زوم وتمشي شويه كده، تقعد تمشي تلاقي مشت معاك على الحرف الرسمه، وهكذا. نفس النظام برضو، نفس النظام تمشي كده، نفس النظام تمسح لغاية ما يظبط معاك لغاية الآخر. تقعد لو انت مش ظابط معاك تعمل زوم مثلا، أو مثلا ما ظبطتش معاك مثلا وعمال تطلع لفوق، ممكن برضو تجيب اللي هي الأداة اللي هي بتاعت الزائد، اللي هي نزود الفرشة اللي نعمل عليها زائد دي، وتعمل زوم وتقعد تنزل كده بحيث ان هي ترسم الرسمة. نفس النظام كده تقعد تحدد عليها، نمشي نحدد عليها كده كاملا.
هي هتقعد تلعب معايا ولا ايه؟ ف آه، نجيب الفرشة بتاعت الناقص ونمسح الحتة دي، وهكذا نمسح الحتة دي برضو كده عشان تبقى طالعة بالظبط. وبرضو الحتة الجوانب دي انت يعني يعني هي تمشي معاك. انت هتدنك تعمل كده لغاية ايه ما تظبط معاك. بالزائد بالناقص، يعني انت شوف بقى الرسمة تمشي معاك ازاي، وانت هي تظبط معاك لغاية ما تظبط معاك خالص. فانا يعني قلت لكم على الطريقة بحيث ان انتوا تبقوا عارفين ازاي ان انتوا تستخدموا في السلكت على الرسمة بالظبط، نفس الشكل كده بالظبط. طبعا في حاجات كده بتبقى زايدة انت تمسحها نفس الشكل كده بالظبط. بس كده انا معتقد كده اللي ايه. لا، في حاجة نقطة برضو هنا ظهرت معايا اللي هي ديت. نمسحها برضو. ودي كمان على ما اعتقد دي كده ايه خلاص. في حتة دي صغيرة. ماشي. ما كده تمام خلاص، ما فيش اي مشاكل هنا، وكمان هنا كمان. وبعد كده خلصت بقى التحديد بقى كل حاجة. دي يعتبر دي اسرع حاجة يعني، ودقيقة شوية. بس انا بقى طبعا انا بحب اللي هو البين تول اللي انت بتعملها بالظبط. بس ديت اسرع لو انت مثلا عندك مثلا كميه قص كبيره وعايز تقصها، او المساحه كبيره وعايز تقصها. دي بتبقى اسرع وبتبقى كويسه برضو ودقيقه. بس البين تول افضل. طبعا كده خلصنا تحديد الحاجه اللي احنا عاوزين نقصها. هنعمل كنترول سي وبعد كده كنترول في، ونمسح الخلفيه اللي ورا بنفس الشكل كده بالظبط. هيظهر الطفل ده من غير الخلفية. ونظبطها على الرسمة. مثلا نحدد عليها كده، ونظبطها هنا مثلا كده. نفس النظام كده. بعد كده طبعا نجيب الخلفية أنا كنت جايبها اللي هي في الأول. نظبطها برضو الخلفية. طبعا هنشيل الكلمة دي. وزي ما انتوا حضراتكم لاحظتوا ان الصورة نزلت تحت. فطبعا كده مش هينفع. لازم الصورة تبقى موجودة فوق الخلفية عشان تبان. طبعا شلنا الكلام ده ازاي زي ما قلت لكم في الاول الدرس خالص. بنختار الأداة دي واول واحدة وبنحدد على الحاجة اللي احنا عاوزين نشيلها. دي طريقة وفي كذا طريقة تانية برضو يعني بس أنا دي اسرع او الافضل بالنسبة لي. هتلاقي نفس الشكل كده. طبعا عاوزين الخلفية دي تنزل تحت عشان الصورة تبان. ممكن تسحب الخلفية لتحت الصورة أو تسحب الصورة لفوق الخلفية. هيظهر نفس الشكل كده طبعا. هننزله تحت شوية كده. طبعا وبعدين نجيب الكلام اللي احنا عايزين نكتبه. هابي بيرثداي. كنترول سي. بعد كده نجيب الحاجة اللي احنا عاوزين نعملها. مثلا اختار اول حرف التي واول واحده. حرف التي من قائمه الادوات بتاعت البرنامج. وبعدين ندوس عليها فتره شويه واول واحده ندوس فوق هنا في اي مكان اللي انت عاوز تكتبه. وبعد كده طبعا هتكتب الكلام اللي انت عاوزه براحتك. بس انت طبعا انا مسجل الكلام. فهنعمل كنترول في. كنترول تي بقى عشان نكبر الكلام شوية. وهكذا كده فوق وتحت وشمال ويمين براحتك. نغير الفونت ازاي؟ ندوس عليها مرتين. لازم تبقى متظللة كده. بعد كده من قائمة هي بتاعت الفونتات تختار الفونت اللي يناسبك. مثلا انا شايف ان الفونت مثلا ايه.
ولو يكن مثلا والله يعني ماشي اي حاجه يعني، بس احنا مثلا خليها مثلا الفونت اللي احنا مسجلينه قبل كده ده يعتبر مناسب. كده الكلمه طلعت بره، فاحنا نعمل كنترول تي ونصغر شويه نفس الشكل كده بالظبط. آه، وبعدين نعمل مرتين عشان التحديدة تمشي. بعد كده نغير اللون، نعمل مرتين برضو على الكلمة لغاية ما تتظلل. ونختار من القائمة هنا اللون اللي انت عاوزه. هنختار مثلا لون أحمر، نخلي دي 100 وندوس أوكي. هيظهر بنفس الشكل كده. أنا بقى يعني عايز مثلا يعني تاخد المقاس الحتة اللي فاضية دي أكملها للكلمة. نخليها كده مثلا ونكبرها. كنترول تي طبعا وكده. في بص يعني بشوف يعني كده تحس ان في فرق بين الكلمه والكلمه. نصغر الفرق الكلمه والكلمه دي ازاي؟ مثلا بنعلم عليه على الكلمه كلها مره واحده. زي ما قلت لك قبل كده، ندوس على الكلمه مرتين ونجيب اللي هي الاداه دي في الجنب دي ممكن تلاقيهاش ظاهره عندكم. لما طبعا مش هتلاقيها ظاهره عندكم في القائمه اللي انا عاملها ديت ليه عشان تسهل ليا في اي حاجه. اعملها ازاي مثلا؟ طبعا يعني الكلمه هتبقى موجوده كده، وانتوا عايزين تغيروا المسافه اللي هي الفرق بين الكلمه والكلمه. طبعا احنا عاوزين نغيرها ازاي؟ نعمل عليها مرتين ونجيب القائمه. لازم تتظلل كده، نجيب القائمه اللي هنا ازاي اللي انا قلت لكم عليها اللي هي الحرف الايه ده. ازاي؟ لو مش موجوده عندكم بتعلم على الكلمه زي ما انتم حضراتكم شايفين كده، وبتعمل كنترول تي تلاقيها ظهرت معاك بنفس الشكل كده. تمام. فاحنا بقى عاوزين نعمل الفراغ اللي في النص ده يبقاش موجود، يبقى حبه صغيره. طبعا بنزود وننقص من هنا زي ما انتم حضراتكم شايفين كده اهو. طبعا احنا هنخليها مثلا للمناسبه بنفس الشكل كده. تمام. وبعد كده عايزين بقى خلصنا ما عاوزين بقى نكبر بقى ونظبط. بندوس على العلامه اللي هي علامه الزائد ديت هنا في نفس الشكل كده بالظبط فوق هنا. وبعد كده بنعمل كنترول تي ونشد هنا بالزاويه كده افضل هنا كده. بعد كده انتر عشان او تدوس عليها مرتين برضو بحيث ان التحديد بتاع الكنترول تي يتشال. ونفس النظام كده ونسيب نظبطها. ممكن نغير الالوان زي ما قلت لكم، بنعمل عليها مرتين. نخلي دي لون ودخلي اللون عادي من هنا. عايزين نخلي مثلا ده لون دي خليها مثلا زي ما هي، ونخلي ده لون مثلا لون اسود بتحدد عليها فقط من تحت هنا كده يعني على الكلمه اللي انت عاوزها. وبتعمل اللون هنا خليها مثلا لون اسود مثلا دي 100. ندوس اوكي بنفس الشكل كده. صدقوا طلعت اشك وحلوه. وبعد كده انا جايب يعني اي صوره من على النت، تورته مثلا ونحطها هنا. عايزين نشيل الخلفيه كده. بقول لكم على الطريقه برضو نفس الطريقه بعيد الطريقه تانية. هنجيب اللي هي الافضل طريقه اللي شبه الفرشه، ونختار اللي هي الخيار اللي احنا الفوق دي. نستنى شويه حبه، ننتظر شويه. طبعا ديت هتبقى سريعه شويه. هتلاقي علمت على التحديده سيلكت على الرسمه كلها. وطبعا والافضل ان انت يعني تظبطها. في حاجه مثلا مش مظبوطه تعمل عليها زي ما عرفتكم في الاول خالص. تقعد تحدد عليها تمشي عليها كده بالظبط بنفس الشكل بحيث تظبط معاك. لو في حاجه زي ده برضو بتعمل بتنقصها بنفس الشكل كده بالظبط. تمام. وبتحاول بقى تظبطها بجودة أفضل.
وبتاع. لما تخلص بقى من التحديد كله والتظبيط بتاع الرسمه، بتعمل كنترول سي وبعد كده كنترول في. بس لازم تكون محدد على الصوره، علشان خاطر لو عملت على صوره تانية مش هتيجي على الرسمه اللي انت عاوز تقصها او تاخد منها كوبي بعد القص والتحديد. طبعا على الصناعه زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. يعني خدنا نسخه من دي. فطبعا احنا مش عاوزين ديت، هنمسحها طبعا وهنحدد عليها بكليك يمين واول واحده، وبعدين كنترول تي، ونصغر ونكبر براحتنا نفس الشكل كده. زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. طبعا كده يعني تحس ان الصوره دي اللي هي بتاعت التورته ديت واكله داخله في الرسم. فاحنا هنكبر المقاس شويه، بس مش مقاس كلي. يعني ازاي؟ مقاس الكلي بتعمل كنترول والت واي، حرف الاي من الكيبورد، نفس الشكل كده تختار المقاس اللي انت عاوزه. ده كده مقاس كلي. لا، انا عاوز ازود في الاتجاه الشمال فقط، علشان خاطر ابعد الطفل عن التورته. ازاي؟ بنعمل كنترول والت وسي مع بعض، هيظهر القائمه دي. تمام، كنترول والت وسي هيظهر القائمه دي. بعد كده نختار اللي هي الايه، ناحيه اليمين، بس هيدينا ناحيه الشمال زي ما حضراتكم شايفين السهم ماشي ناحيه الشمال. ونزود مثلا، خليها مثلا 40، خليها 35 عشان ما تبقاش كبيره، وندوس انتر. ونكبر بقى ايه، نظبط بقى المقاس اللي هي الخلفيه، عشان في حته ابيض هنا، نظبط الخلفيه على المقاس بالظبط وندوس انتر. طبعا كنترول تي وتسحبها بالماوس، والطفل نعلم عليه مثلا بالكليك يمين واول واحده، ونفس الشكل كده نسحبه عشان ايه، يبقى مظبوط مع الخلفيه وبعيد عن التورته. نزق شويه دي كمان كده، نخليها قريبه منه شويه، هي بعيده عنه عموما، يعني عموما اهي. طبعا الكلمه ديت مش مظبوطه كده في النص، يعني نخليها مثلا نحدد عليها كليك يمين واول واحده الكلمه، يعني نختار اللير بتاعها ونظبطه هنا كده. في طريقه بقى عاوزين بقى حاجه مظبوطه بالنص مظبوطه، ممكن تلاقي يقول لك بيديك زي مسطره، تلاقي ظهرت معاك اهي، تلاقي ظهرت زي ما انتم شايفين خط كده في النص اهي. او مثلا ممكن بقى ايه، تحدد على اللير اللي انت وده اسرع والافضل. تحدد على اللير اللي انت عاوز تبقى خليه في نص التصميم، بتحدد عليه مع المقاس نفسه، اللي هي الخلفيه الاصليه بتاعه البرنامج اللي هو الصفحه يعني. الاثنين يعني طبعا متحدد عليها، وكنترول وتدوس على الثانيه، بس ما تشيلش ايدك من على الكنترول. وبعد كده هنا دي بقى طبعا في النص، او في النص، يعني في نص الصفحه. ودي طبعا بتعمل اللي هي يعني دي بتعمل ايه في النص الصفحه، شمال ويمين. وديت من فوق لتحت في نص الصفحه، من فوق لتحت كده، زي ما هي يعني، هي باينه، يعني تحس ان هي باينه معاك يعني. ديت في نص الصفحه شمال ويمين، ودي في نص الصفحه فوق وتحت. طبعا هي كده طلعت فوق ال الصوره، بس في نص الصفحه. طبعا نسحبها لفوق انا اسف، نعلم على الحاجه اللي احنا عايزين نسحبها فوق هنا بالظبط كده، ونطلع فوق كده بحيث ان تبقى ايه بنفس الشكل كده. بس هي كده في نص، يعني في نص الصفحه فوق وتحت. سوري اسف، نص الصفحه شمال ويمين، اللي هي العلامه دي. تمام. وبعد كده نكتب مثلا، نشوف مثلا هو كام سنه، ونكتب مثلا يعني اديله مثلا سنتين مثلا، او سنه ونص، او سنتين مثلا، خليها 2. نفس الشكل كده، ونكبر كنترول تي. بعد كده هيظهر معاك كده، ونكبرها مثلا
بالشكل المناسب. ممكن نغير لونها، مثلا نعملها مرتين بالماوس، مرتين لازم تبقى متظللة كده. بعد كده هنغير اللون. ممكن برضو نغير اللون في اللي احنا عملناها، لو مش موجودة معاك في القائمة، تتعلم على الحاجة اللي انت عاوز تغير لونها او تغير الكلام، كنترول تي هيظهر معاك القائمة دي على طول. ونغير اللون من هنا. نخليه مثلا من لون نشوف اللون المناسب. لو عملنا مثلا ازرق مش قوي. لو عملناه من اللون الاخضر الغامق ماشي، ممكن ماشية معاك. او ممكن تختار من اي من خلفية، او مثلا من التورته او من الولد. ممكن فعلا يبقى افضل من الطفل مثلا، تبقى كده يعني يبقى متناسقة. ممكن نكبرها شوية بحيث يعني ايه تبقى ظاهرة واوضح. آه، نفس الشكل كده بالظبط. طبعا مش عاوزين ديت بنقفلها. وعلى ما اعتقد كده ايه خلصنا التصميم نفس الشكل كده بالظبط. و... واتمنى يكون انتوا استفدتوا من الدرس، واللي هو الدرس 2 في 1. زي ما انتوا حضرتك شفتوا في الجزء الاول دمج الصورة اللي هي بنفس الشكل ده كده. والجزء الثاني اللي هو الدرس الثاني في نفس الدرس، يعني قص الصورة وتركيبها برضو. هو يعتبر شبيهة للتانية للدمج، بس الدمج ده يعني من غير قص خلفية ولا صورة. دي فيها كذا حاجة، دمج وقص صورة وكتابة طبعا بشكل كويس. وزي ما حضراتكم شايفين يعني المنظر كويس يعني. وأتمنى يكون يعني استفدتوا من الدرس. ولو في أي استفسار أو أي تعليق أو أي حاجة حابين تعرفوها، أو فيديو جديد أو شرح حاجة جديدة مثلا في الدرس ده مش عارفينها، قولوا لنا في التعليقات وأنا هرد عليكم على طول. ومن فضلكم وليس أمرا اعملوا اشتراك ولايك للقناة. وأتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس. وشكرا على المشاهدة، وما تنسوش الاشتراك. يلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.